شاب مصري سافر الإمارات 26 27 سنة زي أي شاب. قال أنا هطلع أسافر، هكون نفسي، هشتري شقة، هتجوز، لأن الوضع مش أحسن حاجة، فهسافر. فعلا سافر واتغرب وراح الإمارات. راح هناك، قعد سنة، في التانية عمل حادثة ومات. طبعا هي دي الغربة، هي دي الغربة. الناس بتبص لها لا ده في الإمارات، ده الريال بكذا، ده في الكويت، ده الدينار بكذا، ده في السعودية، ده الريال بكذا، والكلام ده كله. ما علينا، بس عشان ما ندخلش في حتة الحسد والكلام ده كله، وحياة المغترب كده كده عامة محسودة. بس المغترب ممكن بيسافر ما يرجعش تاني، ممكن يعمل حادثة، ممكن يموت بسكتة قلبية، ممكن يعني دي أعمار، دي ما فيهاش كلام. ولكن أي حد عنده حد مغترب يا ريت تدعوا له وتكونوا على يقين ان موضوع الغربة ده صعب، والغربة تربة زي ما بيقولوا. وبصرف النظر يعني هو تعبان ولا لا، الدنيا مش مستاهلة. يعني ممكن يسافر فعلا وما يرجعش تاني، تحت اي ظرف وتحت اي حاجة تحصل، يعني حادثة غيره، قضاء الله وقدره، دي اعمار واحنا ما بنقولش حاجة. بس اللي عنده اي حد مغترب يا ريت تدعي له يا جماعة، لان والله اصلا موضوع الغربة ده صعب لوحده. فمش هيبقى انت في البيت